فيلمنا بيبدأ بلي المهندس اللي بيشتغل في شركة برمجة، وعلشان ياخد ترقية ويثبت نفسه في الشركة بعقد دايم بيشتغل لدرجة الإرهاق لحد ما بيجيله مرض غريب اسمه الأرغان، علشان كده بينقلوه على المستشفى. تاني يوم بنشوف أهله هم رايحين يزوروه لكنهم خايفين يقربوا منه علشان ما يتعدوش. لما ليه بيشوف أهله لابسين جوانتي وكمامة بيتضايق منهم وبيطردهم بره الأوضة وبيقول لهم أنا مش عايز أشوف أي حد حتى أصحابي. أبوه بيرد عليه وبيقول له على فكرة مفيش حد من صحابك أصلا راضي يزورك، هم فاكرين إنك عندك مرض الالتهاب الكبد الوبائي وعلشان كده بيبعتوا لك رسائل بس يطمنوا عليك. ليه بيتصالح معاهم وما بيمشوا. الممرضة داين بتدخل ليه وبتحاول تطمنه وبتقول له إن مرضه مش معدي وإنها فترة بسيطة وهيكون كويس وهيخرج من المستشفى بالسلامة، لكن هو مش بيقتنع بكلامها وبيقول لها أنا حاسس إن نهايتي قربت وهموت، حتى المرضى اللي معايا في الأوضة مش راضين يقربوا مني. هي بترد عليه وبتقول له ما تهتمش بيهم. ليه بيتمشى في ممرات المستشفى وبالصدفة بيشوف دايون بتشرب سجاير، بيروح ناحيتها وبيلاحظ إنها لابسة خاتم جواز في إيديها، بيسألها عنه فبتقول له إنه هدية من واحدة صاحبتها وبتطلب منه إنه ما يقولش لحد إنها بتشرب سجاير. بتقول له أنت محظوظ إنك خلاص هتتثبت في شغلك، أنا بشرب سجاير عشان لسه ما اتثبتش في وظيفتي وبخاف أنام علشان مسؤولة الممرضات ما تشوفنيش، علشان كده بشرب سجاير عشان ما يجيلنيش لهم. فجأة مسؤولة الممرضات بتيجي وبتشوف دايون ماسكة السيجارة في إيديها. دايون بتضطر تكذب عليها وبتقول لها أنا شفت ليه بيدخن وأنا خدت منه السيجارة علشان أرميها في الزبالة وأرجع لأوضتي. تاني يوم دايون بتروح للي وبتعتذر منه على اللي حصل امبارح وبتقول له بسببك أنا ما اتطردتش من الشغل. بيتكلموا مع بعض وبتبدأ تاكل من الأكل بتاعه. لما بتاخد بالها بتتحرج وبتعتذر منه وبتخرج من الأوضة. بالليل لي بيروح لها وبيتساءلوا مع بعض. لما بيرجع لأوضته هي بتروح معاه وبتنام على سريره. هو بيصعب عليه إنها تعبانة كده في شغلها فبيقرر إنه يهتم بيها وبيبدأ يراقبها ويعرف هي بتحب إيه من الأكل والشرب. بيسيب لها رسائل تشجيع عشان ما تحسش إنها لوحدها. بعدها لي بيعزم دايون على الغداء وفجأة بيسألها أنت مرتبطة ولا لأ؟ لما بتسمع السؤال ده بتتضايق وبتخرج من الأوضة على طول. من اليوم ده دايون بتتجاهل لي ومش بترد على رسايله ولا حتى بتيجي تزوره عشان تطمن عليه. بعد فترة الدكتور المسؤول عن حالة لي بيجي يزوره وبيقول له انت بقيت كويس وممكن تخرج من المستشفى. لما بيسمع الخبر ده بيتضايق عشان مش هيقدر يقابل دايون كل يوم. تاني يوم أهله بيجوا المستشفى عشان ياخدوه وهو بيجي لهم وهو متضايق عشان ما شافش دايون. بيروح لأصحابه وبيسهر معاهم وبيبدأ يحكي لهم عنها. واحد من صحابه بيقترح عليه إنه يروح المستشفى وياخد رقمها من الملف بتاعها. ليه بيقتنع بالفكرة فعلا وبنشوفه تاني يوم في المستشفى بيعرف يتسلل لأوضة الاستعلامات وبياخد ملف دايون وبيبدأ يكتب الرقم. مسؤولة الممرضات بتيجي وبتحرجه وبتاخد منه الملف وهو بيكذب عليها وبيقول لها أنا جيت أزور واحد صاحبي مريض هنا. بالليل لما بيرجع البيت بيفتح تليفونه بيلاحظ إن آخر رقمين من تليفون دايون محذوفين. بيكتب كل الأرقام المحتملة وبيفضل يتصل بيهم لحد ما بيوصل لرقم دايون. بيتصل بيها وبيطمن عليها وبيسألها عن سبب غيابها. بتقول له أنا كنت عيانة وعلشان كده خدت أجازة من الشغل. ليه بيجمع شجاعته وبيعترف لها بحبه. هي بترد عليه وبتقول له أنا عايزة أقابلك وبتطلب منه إنه يجي لها. دلوقتي بنشوف ليه وهو بيجهز علشان يقابل دايون. بياخد عربية أبوه وبيروح على بيتها. دايون بتتفاجئ لما بتشوف ليه جايب معاها الأكل اللي هي بتحبه وبيقضوا الليلة كلها مع بعض. تاني يوم دايون بتصحى من النوم وبتشوف ليه وهو بيصلح نور المطبخ كان مجهز لها الفطار على السرير. لما بتشوف اهتمامه الزايد ده بيها بتبدأ تعيط وبتقول له أنا متشكرة قوي إنك وقفت معايا في الأيام الصعبة. من اليوم ده اهتمام ليه بدايون بيزيد وبيبدأ يتعلق بيها ويهتم بأدق تفاصيلها. دايما بيروح لها المستشفى وبيجيب لها أكل وبيستناها لحد ما تخلص شغلها ويوصلها البيت. بعد كام يوم دايون بتعزم ليه على الغداء وهو بيلاحظ إنها قلع الخاتم فبيسألها عن السبب. بتقول له هو ضاع مني وهو أصلا مش مهم. ليه بيفرح قوي وبيتفق معاها على الارتباط وبيقرر إنه يشتري شقة عشان دايون تنقل تعيش معاه. بالليل دايون بتعرض على ليه إنه يسافر معاها لمحافظة جيجو. بتقول له واحد قريبي كان عيان في المستشفى وأنا كنت بهتم بيه فهو حب يشكرني واداني التذاكر دي وفعلا بيوافق. تاني يوم بيروحوا المول عشان يشتروا هدوم زي بعض زي المرتبطين عشان كل الناس تعرف إنهم مرتبطين. بسبب إن ليه وزنه زايد مش بيلاقي هدوم مقاسه بيتضايق قوي وبيدي وعد لدايون إنه هيعمل دايت ويخس علشان يقدر يلبس معاها هدوم زي بعض. لما بيجي ميعاد الرحلة بنشوف دايون وهي بتستنى ليه في المطار وهو بيجي لها وبيعتذر لها على التأخير وهي بتديله هدية عبارة عن كوتش رياضي نفس اللي هي لابساه.
هو بيشكرها قوي وبيقول لها انا وعدك اني هلعب رياضه بالكوتشي ده عشان اوصل للوزن المثالي. بنرجع للماضي وبنشوف هيوك وهو لابس نفس الكوتشي الرياضي اللي دايون اديته لليه. بنعرف ان هيوك كان خطيب دايون السابق وكانوا عايشين مع بعض في نفس البيت. في يوم هيوك بيروح لشغله وهناك بيقابل مديره وبيقول له بسبب اجتهادك في الشغل انا هنقلك للفرع التاني للشركه. الفرع ده موجود في مدينه سيول، لو اجتهدت في شغلك هناك هتتثبت بعقد دايم ومرتبك هيكون عالي. هيوك بيفرح قوي وبيحضن مديره وبيوافق على العرض. بعدها بيروح لداين في المستشفى وبيبلغها باللي حصل وبيقول لها انا خايف اسيبك لوحدك في المدينه. هي بترد عليه وبتقول له ما تخافش عليا، انا اصلا الفتره دي هكون مشغوله بالمذاكره، علشان هي كانت بتدعمه في ايامه الصعبه. تاني يوم هيوك بيروح لداين في المستشفى وبيفاجئها انه اشترى عربيه. لما بتركب معاها بيديها خاتم الجواز وبيقول لها انا مش هقدر ابعد عنك، فقررت كل يوم اسافر سيول وارجع للمدينه في نفس اليوم. هي بتفرح قوي. وتاني يوم هيوك بيروح لشغله، كان فرحان قوي لكنه بيتصدم لما بيوصل الشركه وبيعرف ان في منافسه بينه وبين بنت اسمها جيهون. المنافسه دي على المنصب. بيتوتر لما بيعرف انها قدرت تاخد مجموعه ترقيات في الشركه اللي كانت شغاله فيها قبل كده. بالليل هيوك بيرجع من شغله وبيقابل دايون وبيبدا يشتكي لها من جيهون، وهي كانت بتحاول تهديه وبتنصحه انه ما يقربش من زمايله في الشغل ولازم يحاول يكسب ودهم علشان يقدر ياخد المنصب. وفعلا هيوك بيسمع كلام دايون وتاني يوم بيروح للشركه وبيجيب معاه قهوه لاصحابه. جيهون بتشوفه شايل كميه كبيره من كوبايات القهوه فبتقرر انها تساعده وتوزعها على الموظفين، فالموظفين بيشكروها وما فاكرين ان هي اللي اشترت القهوه. هيوك بيتضايق منها وبيسيبها وبيروح مكتبه. بعدها جيهون بتروح له وبتقول له ان المدير عايزه يشتغل على مشروع تاني، بتديله كل المعلومات. بعد ما بيخلص المشروع هيوك بيكتشف انه كان بيشتغل على مشروع جيهون. هي بتسخر منه وبتقول له انت شخص فاشل وانا قدرت اضحك عليك بسهوله عشان اخليك تخلص لي المشروع. بعدها هي بتسلمه للمدير. بالليل هيوك بيرجع لدايون وبيبدا يشتكي لها من جيهون وهي بترد عليه وبتقول له انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم، لكنه ما بيهتمش بيها وبيسيبها وبينام. هيوك بيفضل يهمل دايون لأيام طويلة وهي بتتضايق من ده وبتحاول تبلغه انه لازم يسيب شغله عشان بيأثر على مستقبلهم، لكنه ما بيهتمش بكلامها. بعد فترة المدير بيدي جيهون مشروع عشان تصممه. لما بتخلص تصميمه بتاخده وبتعرضه على المدير والموظفين والمدير بيفرح بتصميمها وبيقرر انه يديها المنصب. لكن هيوك بيقاطع كلام المدير وبيقول ان التصميم فيه اخطاء وممكن يقع ويسبب اذى ليهم. بيبدأ يشرح للمدير الاخطاء اللي فيه والمدير بيتضايق من جيهون وبيطلب منها انها تفضل في المكتب وما تخرجش من الشركة غير وهي مخلصة المشروع. جيهون بتتضايق من هيوك وبتقول له انا اوعدك اني هخليك تندم. هيوك بيرجع البيت ودايون كانت بتحاول تتكلم معاه لكنه بينام من التعب، وهي بتكتب له رسالة بتطلب منه انه يفضل في سيول وما يرجع لهاش غير في ايام الاجازة. هيوك لما بيشوف الرسالة دي بيفرح وبيقرر انه يعمل اللي هي قالته. تاني يوم هيوك بيروح الشركة بيشوف جيهون وهي حالتها متدمرة بسبب السهر والشغل على المشروع. بيصعب عليه وبيقرر انه يساعدها وبيروحوا هما الاتنين للمدير والمدير بيفرح لما بيشوف تصميمهم مظبوط. بيقول لهم بالمناسبة دي انا عازمكم على العشاء عشان نحتفل بانتهاء تصميم المشروع. فعلا بيروحوا معاه وبيحتفلوا سوا والمدير بيقول لهيوك وجيهون عشان انتوا نجحتوا في تصميم مشروع صعب زي ده انا قررت اني اديكم مشروع مشترك تعملوه سوا. وهم بيفرحوا بسبب المشروع ده وبيقضوا وقتهم مع بعض. هيوك وجيهون بيقربوا من بعض وبيحصل بينهم اعجاب. ودلوقتي بنشوف دايون وهي حزينة على بعد هيوك، بتحاول تتصل بيه عشان تبلغه بحاجة مهمة لكنه بيتجاهل مكالمتها. بعدها بنشوف جيهون وهي بتحاول تقرب من هيوك وبتحصل بينهم علاقة. فجأة هو بيفتكر داين فبيقرر انه يسيب جيهون وبيروح على بيته. اول ما داين بتشوفه كانت متعصبة منه، بتطلب منه انه يرجع الشركة وهو بيتضايق من الطريقة اللي استقبلته بيها وبيبدأ يزعق لها. داين بتنهار وبتقول له انا شاكه اني حامل وهو بيتصدم لما بيسمع الخبر ده. تاني يوم هيوك بيروح الشركة وداين بتتصل بيه وبتقول له انا عملت تحاليل حمل واتأكدت اني حامل. بتطلب منه انه ياخد اجازة من الشغل علشان يروحوا للدكتورة سوا ويطمنوا على صحة الجنين، وفعلا بيعمل اللي هي قالته. تاني يوم بنشوف داين وهيوك وهم رايحين للدكتور. بعد ما بيخلصوا داين بتتكلم مع هيوك وبتطلب منه انه يهتم بيها ويرجعوا يقوي علاقتهم ببعض علشان يقدروا يعملوا عيلة سعيدة، وهو بيوافق على كلامها فعلا. بعد فترة قصيرة جيهون بتتكلم مع هيوك وبتقول له احنا متأخرين جدا في تسليم المشروع بسبب اجازتك، وهو بيعتذر لها وبيرجع يشتغل معاها وبيرجع لنفس الروتين. بيبدأ يهمل داين ويبدأ يقرب من جيهون. بالليل هيوك بيرجع لبيته وداين بتطلب منه انهم يخرجوا سوا عشان يتعشوا. فعلا بيخرجوا. داين كانت بتحاول تفتح مواضيع مع هيوك لكنها بتلاحظ انه متضايق منها فبتطلب منه انه يحكي لها عن يومه لكنه بيزعق لها وبيطلب منها انها تسكت وبينده على اسمها بالغلط وبيقول جيهون.
هي بتنهار من العصبيه وبتقول له انا عارفه انك بتخوني والسبب اللي منعك من انك تسيبني اني حامل. احب ابلغك ان في الفتره اللي سبتني فيها وتجاهلت اتصالاتي تعبت جدا والبيبي نزل ودلوقتي انت حر وممكن تسيبني. وهو بيفرح وبيقرر انه يسيبها، بيوصلها البيت وبيمشي وبيسيبها. بعد كام يوم بنشوف هيوك وهو مستقر في سيول بدأ يقرب من جيهون واعترف لها بحبه، لكنه عرف ان مشاعره مش حقيقية ناحيتها. لما بيشوف رسالة من شركة السياحة بيعرف ان داين ارتبطت بشخص تاني، بيبدأ يغير عليها ويراقب كل تحركاتها. بسبب اهماله للشغل بيخسر المشروع والمنصب بتاعه، والمنصب بيروح لشخص تاني. جون بتتعصب عليه وبتقول له انا بسببك خسرت الوظيفة وقررت اسافر بره البلد اكمل دراستي واشتغل هناك. هيوك بيتصدم وبيعرف انه خسر كل حاجة، وفجأة بيفتكر ان النهاردة ميعاد رحلة دايون، فبيروح لأوضته وبياخد الخاتم وبيروح على المطار. هناك بيشوف دايون وبيروح ناحيتها وفجأة بيخبط في ليه، ودايون بتتجاهله وبتروح على ليه وبتساعده. بنكتشف ان دايون لما تعرفت على لي كانت مرتبطة بهيوك، وده السبب اللي خلاها لابسة الخاتم. لما لي سألها اذا كانت مرتبطة ولا لا اتضايقت من سؤاله علشان كانت بتعاني من اهمال هيوك ليها، وهي حبت لي ودخلت معاه في علاقة بعد ما سابت هيوك. دلوقتي بنشوف هيوك وهو مصدوم من تجاهل دايون لي ومساعدتها للي، وبيتعصب وبيروح على البار. وهناك بيشوف جيهون وهي فرحانة بتقول له انا اشتريت بطاقة يا نصيب وكسبت الجايزة الكبرى. وبيتضايق وبيقول لها انا خسرت حياتي وخسرت ست كانت بتحبني وقبلتني بكل ظروفي، وكل ده حصل بسبب طمعي وطموحي اني ابقى غني. بيفتكر الخاتم وبيعرض على جيهون الجواز وبيقول لها انا بحبك. هي بتتضايق منه وبتقول له انت شخص طماع، لما عرفت اني كسبت الجائزة الكبرى عرضت عليا الجواز، لكن انا مش عبيطة زي حبيبتك اللي قبلتك بكل ظروفك، حتى اهمالك كانت بتقبل بيه. لا انا مختلف عنها تماما يا بابا، وبتسيبه وبتمشي. اما هيوك فبيفضل لوحده بسبب طمعه وانه ما اخدش باله من تصرفاته، ودايون قدرت تعيش حياتها في حب وسعادة مع اهتمام ليه. هنا بنكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ما تنسوش تدعمونا بلايك جميل زيكم واشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.